وبعدين المعدة خايفة ومتوترة، مش عايزة تعمل التكميم. مش بمزاجها، الحكم خلاص صدر نهائي، وهتعملها حتى لو بالعافية. بالعافية؟ بالعافية. أنا رأيي تحاول تقنعها أحسن وتطمنها. لقيته. هو مين ده؟ الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعد المعدة هانم. فهمني. دكتور أحمد المصري. أنا جاي لك مخصوص عشان أطمنك، مش عايزك تخافي، إحنا بس هنصغر حجم المعدة شوية، يعني هتاكلي أقل وتشبعي أسرع. طب ما أنا هجوع تاني بسرعة. ده مش هيحصل لأن الجزء اللي بنقصه منك كان هو اللي بيفرز هرمون الجوع طول الوقت، لكن بعد العملية الوضع هيتغير وهتحسي إنك بقيتي حد جديد. طب افرض حصل تسريب. ما تقلقيش، أنا ليا طريقتي الخاصة في تدبيسك، وما بنخرجش من العملية غير وإحنا عاملين اختبار التسريب ومتأكدين 100% إنك في أمان من الارتجاع ومن التسريب. أنا واثقة فيك يا دكتور، يلا بينا. أنا مش مصدق إن دكتور أحمد المصري بنفسه هيعمل لنا العملية. انت في ايه ولا في ايه؟ مش وقت مشاعر، ركز في العملية. أنا حاسس إني أحسن كتير، الستريس قل خالص. الحمد لله، كل حاجة رجعت لمعدلاتها الطبيعية ووضع الجسم مستقر. طب ما تنادي على باقي أصحابنا، ده النهاردة عندنا متابعة. اجمعوا حالا. ورينا الصورة من عندك يا عين. مفيش كده، ده بجد ما سبناش لحظة من ساعة العملية. ده حقيقي. اسمع، اللحظة اللي جاية مهمة. طب عليلي الصوت ده شوية. مبروك، خسيتي 40 كيلو في 6 شهور. إيه؟ بيقول كام؟ 40 كيلو. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجالة. مبروك لمصر. فركش أشغال سمنة.